السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وسلامة، وكل عام وأنتم بخير. يعني أنا يمكن بقالي فترة ما بنزلش على اليوتيوب لغرض إن كان عندي امتحانات وخلصتها يعني، ويا دوب أهو خلاص فضيت. المهم النهاردة كان عندي أربع مواقع أو أربع أبليكيشنز أو أيا زي ما تسموهم. آه، يعني هوريكم ادوات للذكاء الاصطناعي، بس هي مجانيه، وفي جزء منها المفروض انت بتدفع له عشان مثلا يديك ميزه عليه. يعني دي معروفه في كل التطبيقات، بس هو في جزء منه مجاني. هتسهل عليك مثلا الشغل مثلا، او مثلا دراسه، اي حاجه في حياتك اليوميه. واول اداه احنا عارفينها كلنا، وانت اكيد سمعت عنها وكله سمع عنها، ومش محتاج ان انا اعرف بيها، بس انا هتبقى موجوده في الفيديو معانا، اللي هو تشات جي بي تي. تشات جي بي تي الناس فاكرة تشات، بس بس هو مش تشات بس، يعني مش محادثة ما بينك وبينه خلاص. هو بيبقى عنده صلاحيات أكبر من كده بكتير، وأحسن من كده بكتير يعني، وفي حاجات أقوى من إن أنت متخيلها يعني. فخليني أوريك مثال عملي مثلا في تشات جي بي تي. نفترض إن هو خليه مثلا يعمل لي 10 أفكار عن الذكاء الاصطناعي. 10 أفكار عن الذكاء الاصطناعي. هيبدأ هو يستعرض ان هو عنده 10 افكار، دي 10 افكار كذا وهكذا، ويبدأ ان هو ايه، يوريك واحد واثنين وثلاثة: الفكرة الاولى والفكرة الثانية والفكرة الثالثة. الذكاء الصناعي بدل الانسان، الذكاء الصناعي في التعليم الاي اي، الذكاء الصناعي في حياتنا والحياة اليومية، هل الذكاء الاصطناعي ذكي فعلا، الذكاء الاصطناعي والاخلاق، الطب، الامن السيبراني، الذكاء الصناعي في صناعة المحتوى، الذكاء الصناعي، كل دول كتير يعني. دي حاجة في الشات جي بي تي. احنا بنستخدم الشات جي بي تي مش عشان بس اللي هو نعمل تشات ما بيننا وبينه وخلاص. يعني الشات جي بي تي انت ممكن تعمل عليه آم، مثلا افكار، بيلخص حاجة، بيلخص لك درس، بيلخص لك محاضرة، بيلخص لك، بيشرح لك حاجة انت مش فاهمها، كتابة في حاجة معينة، الحاجات دي. لكن هو اصلا ساعات بيبقى فيه، لو بصيت في النسخة اللي على اصدار الويب، هتلاقي انه ممكن يقول لك ان لا، الشات جي بي تي ممكن يعمل ميستيكس او ممكن يعمل اخطاء. فمش كل حاجه بيديك نتيجه ليها بتبقى كلها صح، لازم يكون في حاجه عامله منه دروب مثلا، او واقعه منه. تمام. ده تشات جي بي تي. تشات جي بي تي اللي بعد تشات جي بي تي كانفا اي اي. تمام. كانفا اي اي، طبعا الناس بتحمل كانفا او بتحطه مثلا على بتثبته على البي سي، فمش عارفين فين كانفا اي اي في التطبيق نفسه، او في اللي هو البي سي نفسه. النسخة دي، أو النسخة اللي هي الأندرويد، أو النسخة اللي هي الماك بوك، أو أيا كان يعني. بس احنا بنجيبها من مور، المزيد مثلا، وكان في اي. وبتبدأ إن أنت تعمل هو بيعمل تصميمات، بوستات، عروض، فيديوهات، الحاجات دي، بيعدل يعني على الموضوع ده، وتصميم ومعتمد من، وكل المصممين لازم عندهم اللي هو كانفا حاجة أساسية في الموضوع. الأداة دي بتوفر عليك فلوس التصميم، مش محتاجة خبرة يعني. انت ممكن تبقى عايز خبرة انك انت تكمل في حاجات تكون متقدمة شوية. بس الأداة التانية اللي هي كانفا، اللي هي الذكاء الاصطناعي مثلا، انت عايزه يعمل لك فكرة. خلينا نجرب بشكل عملي. اقول له مثلا I need to see a lot of people in NYC or time square مثلا. نشوف هيعملها ازاي. دي بعض الصور اللي طلعها عشان اهو، زي ما انتم شايفين كده، ده الكانفا اي اي في التايم سكوير اهو. مش شرط نيويورك بس يعني، بس انا دي اللي جت في بالي. ناس كتيرة زي ما وصفت له في الفكرة، اللي هو انا عايز اشوف ناس كتيرة في تايم سكوير او في نيويورك. ده بالنسبة لكانفا اي اي. كانفا اي اي انت بتعمل ايه في كانفا؟ هو بيعمل ايه اصلا؟ اقول لك انا. كانفا اي اي بيعمل تصميمات، بوستات، عروض، فيديوهات،
يعني مثلا هو مش بس بيقتصر على الايمج بس او الصورة، ممكن تشوف حاجة غير الصورة كديزاين او ككود او فيديو كليب. بس دي فيديو كليب دي بتدفع لها، اعتقد ان هي من البريميوم عشان تستخدمها. ديزاين مش شرط ديزاين مثلا I want to see uh, Germany or someone wants to see Germany مثلا، اي حاجة. Germany is fantastic، ده بالنسبة كحاجة معينة. لكن احنا لو نعملها كصورة نختار دي، me in Los Angeles. دي بعض الأشخاص اللي هو جابها كأنهم في لوس أنجلوس، تقدر تعمل عليها إيديت وتقدر تعمل عليها اللي أنت عايزه. ده في كاليفورنيا يعني. المهم ده خلصنا من كانفا اي اي. نشوف الأداة التالتة فين هي، remove.bg. هنجرب في الابلكيشن صورة زي دي اللي هو remove.bg، أو شغل خلفية من عليها، تقدر تعمل editing كانفا والكلام ده كله. دي الفكرة من remove.bg. خلصنا من remove.bg يبقى eleven labs بيعمل ايه؟ بيحاول ينفذ صوت طبيعي. يعني مثلا خلي اي مثلا يقرا جملة بصوت انجليزي واضح، بتخليه يقرا كده يعني. سواء انا اجرب معاكم create new، هنقول له we should try again مثلا. We should try again. sorry We should try again. we should try again. ده صوت اي. لو هنجرب مثلا صوت، تظبط الصوت من هنا وتشوف السرعة والكلام ده كله. هنشوف صوت تاني. apply. We should try again. We should try again. الصوت سريع، عايزين نسلو شوية. We should try again. بس دي الفكرة من ليفل لابس بيحول الصوت لنص صوت طبيعي، او اللي هو مثلا كلام مكتوب انا كاتبه زي كده وبيحوله لصوت طبيعي. مفيد لليوتيوب، مفيد لتيك توك. بس دي الحاجات اللي كنت هستعرضها النهارده وخلاص كده. ده رابع واحد ليفل لابس، remove.bg، كانفا اي اي، تشات جي بي تي. وتشات جي بي تي هو اللي كان في الاول يعني. بس كده يا شباب، والفيديو يكون خلص، وشكرا لمشاهدتكم، وأن يكون الفيديو عجبكم، وسي يو ان فيديو جديد بإذن الله.